عاجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة اللاعب الجزائري رياض محرز قبل قليل في حادثة سير خطيرة، وهذا أول تصريح من زوجته تعلن وفاته وتزلزل كل الجزائريين. اهتز وزلزل كل الجزائريين قبل قليل بخبر وفاة اللاعب الجزائري رياض محرز بحادثة مرور خطيرة تعرض لها، وخروج زوجته في تصريح تؤكد الخبر وتزلزل كل الجزائريين. وإليكم تصريح زوجته الكامل وباقي التفاصيل. يذكر أن اللاعب الجزائري رياض كريم محرز الذي ولد سنة 1991 في فرنسا من والدين جزائريين ينحدران من مدينة تلمسان غرب الجزائر، يعتبر من أفضل وأشهر لاعبي المنتخب الوطني الجزائري في السنوات الأخيرة، ويعتبر قائد المنتخب الجزائري في الوقت الحالي، وقاد هو ورفيقه بن ناصر منتخب بلاده للفوز بكأس أفريقيا 2018 الذي نظم آنذاك في دولة مصر، بالإضافة إلى الكثير من الإنجازات والألقاب التي حققها مع الأندية الأوروبية التي لعب فيها، ويلعب الآن في نادي الأهلي السعودي. وتفاجأ وزلزل كل الجزائريين قبل قليل بالأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وفاة اللاعب الجزائري رياض محرز بحادثة مرور خطيرة تعرض لها، وبخروج زوجته في أول تصريح لها تؤكد الخبر، حيث تداولت العديد من الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة اللاعب الجزائري رياض محرز قبل قليل بحادثة مرور خطيرة تعرض لها. وقالت نفس المصادر أيضا أن زوجته نشرت فيديو لها على حسابها الإنستغرام تؤكد خبر وفاة زوجها، وهذا ما أحزن كل الجزائريين. ولكن وبعد فتح تحقيق حول هذه الأخبار المتداولة بخصوص وفاة محرز تبين أنها مجرد إشاعة ولا أساس لها من الصحة، وأن من روج لها هي صفحات غير رسمية تبحث عن خلق ضجة فقط.